مساء الفل بنانيت، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. وحشني جدا ان انا اعمل شرح ميك اب، بقالنا كتير ما عملناش فيديوهات شرح ميك اب، فتعالوا نعمل اللوك السامبل ده مع بعضين. اول حاجه استخدمتها طبعا كنت مرطبه وشي ومستخدمه برايمر. وبعدين اول حاجه بقى في الميك اب الفاونديشن، استخدمت فاونديشن ميبلين فيت مي درجه 220. وبعدين بدات ادمجه بالفرشه الكابوكي. بعد ما هدمج الفرشة بالفرشة الكابوكي، يعني هرجع بعد كده هدمج بالبيوتي بلندر. وبعدين استخدمت لوريال درجة غامقة، ده الكونسيلر بتاع لوريال انفيلبل، استخدمت درجة 332 عشان اكنسل بيها الهالات والغمقان بتاع الوحمة. وبرضو بدمجها بالبيوتي بلندر، والبيوتي بلندر بتكون يعني مغسولة ومعصورة كويس، مش مبلولة بس مندية. دلوقتي هرسم حواجبي، مستخدمة فرشة الحواجب بيلي وجل الحواجب الاجيرل، درجته تقريبا سوفت براون. انا هكتب لكم كل الحاجات، كل الماتيريال بالدرجات بتاعتها في الديسكريبشن بوكس. برسم حواجبي وبحاول اخلي الرسمة يعني مش اوفر، يعني حاجة سيمبل خالص. دلوقتي هشتغل ببالت الكونتور دي بتاعة كاركتر، اخدت منها درجة الكونتور وبدأت اعمل كونتور الخد والدقن وطابع الحسن. وبعدين هعمل كونتور الانف. بعد كده من نفس الباليت رفعت شوية عيني بالكونتور، وبعدين اخدت درجة البلاشر وحطيتها على خدي. بعدين اخدت درجة كونسيلر من نفس الباليت وبدأت افتح بيها مناطق الهايلايت تحت الكونتور وتحت العين. الطريقة دي في الكونتور بتاع العين عشان ترفع العين لفوق، تدي سحبة للعين لفوق. دمجت بقى كل الحاجات دي بالبيوتي بلندر، وبعدين اخدت كونسيلر لوريال درجة 327 وبدأت انضف بيه تحت الحاجب، وهستخدمه كبيز للاي شادو. وزعته في الاول بالفرشة كده عشان احدد تحت الحاجب، وبعدين دمجته بالبيوتي بلندر. ودلوقتي بثبت بلوز باودر ايريس بون. وفي ناس كتير بتشتكي بنات من البودر دي ان هي بتكتل تحت العين، فانتي استخدمي كمية قليلة قوي قوي زي ما انا بعمل كده. انا ما بتكتلش معايا خالص، بالعكس بيفضل شكل تحت العين ناعم يعني، لاني بستخدم منها كمية قليلة جدا. دلوقتي البالت بتاع ريفولوشن للكونتور اخدت منها درجة الكونتور وبدأت امشي على الكونتور الكريمي بالكونتور البودر. انا مش بثبت الكونتور بالبودر اللي هي الشفافة بتاع ايريس بون، بثبت الكونتور بالبودر، الكونتور البودر. دلوقتي هاخد البلاشر من كاركتر، عملت ميكس كده 3 درجات مع بعض وبدأت احطها فوق الكونتور على طول، وبدمجها مع الكونتور يا بنات عشان ما يبقاش وشي مخطط، تبقى كل الحاجات مدموجة مع بعضيها. الفيكسر سبراي من اوفرا، وده بجد فيكسر سبراي جامد جدا جميل. اديك هتشوفوا شكل البشرة بعد ما الفيكسر يثبت وينشف، يعني شكله جميل جدا. الهايلايتر من ويت ان وايلد، برضو الهايلايتر ده حلو جدا، وكمان انا بحس ان انا بقدر اتحكم فيه لو عايزاه يبقى قوي لو عايزاه يبقى خفيف. انا النهارده مخليه كل الحجات خفيفه، يعني يمكن مفيش غير لون البلاشر هو اللي قوي شويه، لكن الهايلايتر خليته خفيف. الاي شادو استخدمت باليت تكنيك، وانا هبقى اسيب لكم في الديسكريبشن بوكس اللينك اللي انا جايبه منه كل المنتجات اللي انا هستخدمها النهارده من عند ميك اب فور يو. هسيب لكم في الديسكريبشن بوكس كل الحاجات، يعني كل الماتيريال بالوصف وبالدرجات، وهسيب لكم اللينك بتاع ميك اب فور يو. المهم من الباليت بتاع تكنيك اخدت لون فاتح استخدمته كلون انتقالي، وبعدين دلوقتي اخدت لون غامق وبستخدمه على الجفن المتحرك، بحط من جوه ومن بره، وبعدين بوصلهم مع بعض من فوق من عند كسرة العين، وبسيب الجزء اللي في النص ده يعني فاضي ما فيهوش لون عشان هحط جواه اللون الشمر عشان نعمل السبوت لايت. بعدين دمجت الاول اللون الغامق، وبعدين اخدت لون فاتح ودمجت بيه اطراف اللون الغامق مع اللون الفاتح عشان يبقى عندي تدرج يعني في الالوان.
بعدين هاخد اللون الشمر وابدأ احطه في الجزء الفاضي اللي هي السبوت لايت. اللوك ده سيمبل جدا بجد، حلو جدا. دلوقتي هستخدم الجيل لاينر بتاع ميبلين وبدأت ارسم الوينج ايلاينر. الايلاينر بتاع ميبلين سواده حلو جدا وثابت، بس يفضل ان انت تبقي مثبته كويس قبليه، يعني مستخدمه كل الحاجات البودر اللي هتستخدميها ما يكونش فيه تحتيه اي بيز كريمي. يعني حتى مدمع العين، بس انا نسيت اصور لكم الحته دي، كنت حاطه فيها الهايلايتر ومخلصه، يعني فاهمين، مفيش اي كونسيلر كريمي او اي حاجه تحتيه عشان ما يسحش. دلوقتي برسم مدمع العين، بعمل خط كده 7 وبعدين بقفل المثلث. دلوقتي بالكحل، استخدمت الكحل بتاع ايسنس، حطيت كحل في جوه خط المدمع بتاع العين ومديته على الرموش. في الماسكارا هستخدم الماسكارا دي من سيبال. انا مش هلبس رموش النهارده، هو هكتفي بالماسكارا بس. فالماسكارا بتاعت سيبال دي بتديني فوليوم حلو، يعني بتغنيني عن الرموش. بحط رموش على الرموش العلوية وعلى الرموش السفلية، والرموش السفلية ما تجيبهاش من جذورها، يعني حاولي تحطي على الاطراف بس. بعدين بحدد شفايفي بليب لاينر ده من ايفر بيوتي، هي ماركة مش غالية، ماركة رخيصة صيني، بس بصراحة الليب لاينر بتاعها حلو جدا. دلوقتي من باليت الروج بتاع جي كات اخدت درجة بني غامقة وبدأت احطها على شفايفي، بس يعني بركز على الاطراف من بره، ومن جوه بدأت اخد لون ابيض مع اللون البني اللي انا حطيته مع بعض، وبدأت افتح بيه من الشفايف من جوه من النص. الحركة دي بتدي فوليوم شوية للشفايف. بس كده يا بنات، ده الفاينل لوك، يا رب يكون عجبكم ويكون الشرح بسيط يعني وتقدروا تنفذوه بسهولة. لو عندك اي سؤال او اي استفسار اكتبيلي في الديسكريبشن بوكس. يلا باي باي.